من اكتر الحاجات اللي غلطت بيها ان انا سبت باسكت الزبالة او القمامة بالمنظر اللي انتوا شايفينه، بس ربنا قدرني وحولته للمنظر ده. كملي الفيديو معايا للاخر وشوفي ان انا ازاي غيرت المنظر ده للمنظر التاني. دي من اكتر الروتينات اللي انا بحبها لكل الناس اللي بتحب تشيل اي حاجة مفروشة في المطبخ، وانا من الناس ديت. فانا هشيل فرشة المطبخ لاني شالت بقع كتير واتبهدلت معايا، فانا هغسلها معاكم. روتين صيفي خفيف يشجعك ويحفزك كده وتتنشطي ان انت ترتبي المطبخ وتشيلي الحاجات اللي احنا شايفينها بقى واقعه، والبواقي اللي جنب البوتاجاز والتراب اللي تحت السجاده. طبعا السجاده دي انا مختارتها للمطبخ لان هي طريه وخفيفه، كمان بتتصفى بسرعه وبتنشف معايا كمان اما نشرتها بسرعه. جزء منها كان داخل تحت الغساله، فبالمره وانا بحرك الغساله عشان اشيل المشايه حركت كل الغساله كلها وجبتها على جنب ناحيه الحوض وابتديت انضف وراها. ظهر الغسالة نفضته ومسحته بحتة فيها مية بصابون سايل وكنست وراها بأي حاجات بقى وقعت كنستها. لو بتدوري بقى على فيديو يحفزك عشان تبتدي تنظيفات العيد، اعتبر الفيديو ده من ضمن تنظيفات العيد. بس انا بحب انضف كل شهر كل شهرين، بشيل المشاية او اذا كنت بمسح المطبخ ان انا احرك الحاجات اللي موجودة في المطبخ وامسح تحتيها واكنس تحتيها. اي حاجة بقى واقعة جنب البوتاجاز، معالق، اي حاجة بواقي اكل، ان انا بنضفها كويس. انا كنست طبعا التراب اللي طلع من ورا الغسالة وابتديت احط شوية مية بصابون سايل بشوية خل. هفرك الاول السيراميك كويس بالمقشه او ممكن باي فرشه عندك تكون ناشفه شويه، وهجيب الشرشوبه وبنشف المكان كله. كل مره بشيل الفرشه او بمسح المطبخ بحرك جزء واحد في المطبخ. يعني انا حركت هنا الغساله النهارده، ابتديت ان انا انضف وراها السيراميك اللي تحت والظهر كمان، السيراميك اللي انتوا شايفينه في الظهر كل ده نضفته. ممكن يوم تاني بكره او بعد بكره ان انا انضف تحت الحوض، هحرك الانبوبه، هحرك كمان باسكت الزباله والازاز اللي انا حطاها في الجنب ديت وهحركهم كلهم، وهمسح برضو السيراميك بميه بصابون سايل بشويه خل. ولو عايزه ما تشميش ريحه زفاره بعد ما تنضفي هتحطي الميه تكون سخنه. رجعت هنا الغساله وجبت الفرشة بتاعتي اللي كانت في المطبخ بعد ما طبقتها نصين، ورجعت طبقت النصين نصين تاني، اغرقها كلها مية. ودي من اكتر الروتينات اللي انا بحبها، ان اغسل بالذات مشاية المطبخ، لان اكتر حاجة اتبهدلت معايا في الشتاء المشاية بتاعت المطبخ او الفرشة الحافظة ايا كان بقى انتي بتحبي تفرشي في المطبخ. رقتها ميه من كل النواحي، وهحط دلوقتي في الطبق اللي في الحوض هحط شويه صابون سايل وملح ليمون. عايزه تزودي مفعول الصابون السايل في الحاجه اللي انت بتنضفيها، عايزه تزودي مفعول مسحوق البودر اللي انت بتغسلي بيه الهدوم، هتحطي شويه ملح ليمون وكربوناتو. ودي من اكتر الحاجات اللي بتساعد في تلميع الحاجه وتنظيفها. لو هتعملي ستانلس بتاع البوتاجاز، الحلل الالمونيا، الحوض، ملح الليمون بيلمع والكربوناتو بتشيل البقع. ودي الحاجات كلنا عارفينها وبنحب نضيفها. يعني انا حطيت صابون سايل وملح ليمون بس، ما كانش متوفر عندي في الوقت ده كربوناتو، فما حطيتش غير صابون سايل وميه والملح الليمون. الفرشه ديت بتاعت السجاد وبحب ان انا انضف بيها، بس عشان المشايه اللي قدامي طريه شويه فبتتحرك معايا وتيجي، فهجيب فرشه تانية واقعد بقى في الارض واشوف البقع اللي فيها واحده واحده، هبتدي ان انا ادعكها كويس جدا. بتحبي تستخدمي شامبو السجاد برسيل الجل، بتحبي تحطي المسحوق البودر وعليه اي بقى خلطات زي ما انتي متعوده وبتحبي ان انتي تنضفي السجاده بتاعتك. في خطوه اخيره هعملها لتعطير السجاده بعد ما اغسلها كويس، هعرفها لك، بس بعد ما نغسلها الاول على كل الجهات كويس وافضل اقلبها. هنا انا بقى نزلت في الارض وابتديت ان انا بفرشه، وهشيل كمان الراس بتاع فرشه السجاد وادعك كويس السجاده واشيل البقع اللي موجوده بينها. بما ان السجادة دي كانت موجودة في المطبخ ففيها بقع طبعا من الاكل، من الصلصة وبواقي الاكل اللي الولاد بيوقعوها. بعد ما خلصتها من على كل الجهات وقفتها زي ما انتوا شايفين، وابتديت في المرحلة دي لازم نشطفها كويس جدا، لان الصابون السائل مسحوق البودر ايا كان بقى انت استخدمتيه في غسل السجادة لازم ننزله، عشان بعد كده ما تعملش ريحة كمكمة اما تسيبيها تتصفى ما يطلعلكيش ريحة مش كويسة. هنا انا فردتها طبعا وغرقتها ميه تاني عشان انزل كل الصابون السائل اللي انا حطيته وانا بغسلها، فقعدت اشطفها من على كل الجهات وبعدين قلبتها الناحيه التانية وشطفتها كويس جدا. هقولك بقى خطوه ان انت تعطري السجاده وتخلي ريحتها حلوه حتى بعد ما تنشف. عندك كيس داوني، عندك شويه كومفورت، هتحطيهم في شفشه وتزوديهم ميه. ودي اخر خطوه بعد ما نغسل السجاده وطبعا نشطفها كويس وننزل كل الصابون السائل منها. هنا هزود ميه على شويه ده كومفورت او داوني اللي بيتباع عند بتاع الصابون السائل اللي هو السايب دوت. انا حطيت زي ربع كوبايه وبزود ميه عشان ادوبه كويس عشان ما يلزقش في مكان واحد على السجاده. وهبتدي بقى ارشه من الناحيه دي ومن الناحيه التانية كمان.
بعد كده هسيبها تتصفى نص ساعة ساعة، وبعد كده انشرها على المنشر على الحبال عندي بره. والمشاية ديت عشان حجمها مش كبير غسلتها في الحمام، لكن لو مشاية حجمها اكبر من كده مش هقدر ان انا اغسلها في الحمام وهديها المغسلة. وده منظر الباسكت بتاع القمامة زي ما انتوا شايفين، وانا كنتش عارفة اتصرف معاه ازاي، فابسط حاجة عملتها كان عندي مذيب دهون، ابتديت ان انا ارش عليها. استخدمتي المذيب الدهون ورشتيه على السلة بتاعة القمامة هتلبسي كمامة، لان ريحته طبعا قوية للناس اللي عندها حساسية، وهتلبسي جوانتيات لانه قوي على الايد ايا كان بقى اي نوع. بعد كده سبته ربع ساعة في الحمام وخرجت منه ورجعت له بعد كده بفرشة. لو عندك ليفة او سلكة اللي هي الناشفة دي هتبقى مفيدة جدا. وحطيت صابون سائل في مية، ودوت اللي انا استخدمته، ما حطيتش حاجه تاني، شويه صابون سائل. ما عندكيش مذيب للدهون ممكن ان انت تملي الجردل كله ميه سخنه وتسيبيه ساعه 2 وتبتدي بصابون سائل، برسيل جل، اي بقى نوع حاجه ترغي معاكي وتدوب كل الحاجات اللي لازقه في الاركان. طبعا انا مرضتش ان انا اسيبه او ارميه لان هو حجمه كبير وبينفعني جدا باسكت الزباله دوت. عزكم الله، فهو مفيد جدا، بس هو نتيجة إهمال مدة. أنا تملي كنت بغسله على طول في البانيو وبملاه مية سخنة، وبعد كده بحط صابون سايل، بحط كلور معاها، وابتدي إن أنا أدعكه. فأنا المرة دي قلت يعني فكان لازم إن أنا أخد بالي منه، لأن أنا أهملته مدة كبيرة لغاية ما وصل المنظر زي ما انتوا شايفين. فأنا طبعا هنضفه، ودي أول مرحلة ليه إن أنا دعكته كويس جدا بعد ما رشيت المذيب. هنزل الأول زي ما نزل شوية من الدهون اللي كانت عليه الحاجات اللي مش نظيفة اللي كانت عليه. بعد كده هدلق المية وابتدي احط تاني صابون سايل بمية وادعكه تاني. المرة التانية انا هحط مية بصابون سايل بكلور، وحطيت كمان ملح ليمون، وابتديت ان انا ادعكه. ودي المرحلة التانية، يعني انا عملته على مرتين تلاتة لغاية اما نضف معايا خالص. اي جزء بقى حسيت ان هو ناشف معايا مش عارفة ان انا احركه بظهر الفرشة اللي انا كنت بستعملها، ابتديت ان انا اكحته. وعندك الليفة او السلك الخشن بتاع دعك الحلل الستانلس او الحلل الالمونيا طبعا هنستخدمها معاه، وده مفيد جدا وهيساعدك. بس طبعا بعد ما نخلص تنظيف هنرميها. انا رشيت هنا تاني من المذيب لان حسيت حتت مش عارفة ان انا احركها، فابتديت اجيب صابون سايل تاني، بس كنت حاطة عليه كلور وحاطة عليه ملح ليمون. ودي من اكبر الغلطات اللي انا عملتها، ان انا سبته واهملت الباسكت بتاع الزبالة بالطريقة ديت، لان انا كنت بكسل ان انا انضفه، يعني بنضف كل حاجة وانساه، لان انا كنت جايبة اكياس لزبالة عزكم الله كبيرة، فكانت بتغطي الباسكت كله. فانا اهملته لدرجة زي ما انتوا شايفين المنظر اللي انتوا شايفينه. هنا انا بزود ملح ليمون بحطه في الباسكت نفسه، وابتديت ان انا افركه كويس وادعكه. طبعا في صابون سايل مع المية ومحطوط جوه. جبت بقى ليفة، الليفة دي طبعا بعد ما خلصت برميها لان ما ينفعش ان انا استعملها في اي حاجة تانية. كل ليفة او اي حاجة هنستخدمها في تنظيف الباسكت بالمنظر ده طبعا احنا هنرميها، يا اما هننقعها في مية بكلور بمية سخنة ونسيبها. بالذات الفرشة طبعا انا هستخدمها تاني، فانا نقعتها في مية سخنة بكلور عشان اقدر ان انا استخدمها تاني. كنت ظلماه معايا جدا طبعا ان انا وصلته للمرحلة ديت، وصلته ان هو كان متبهدل كده، وخسارة ان هو حجمه كبير، وخسارة ان انا ارميه. يعني انا نضفته احسن من ان انا اشتري واحد تاني. انا عندي باسكت تاني في اوضة من اوض ولادي بس حجمه اصغر من ده، فده كان اللي موجود في المطبخ لان حجمه كبير وبحط فيه اكياس كمان كبيرة. انا هوريكم كمان بحط ايه في القاعدة بتاعته قبل ما بحط الكيس بتاع القمامة. الباسكت بتاعك وصل للمرحلة اللي انت كنت شايفاها في اول الفيديو، سهل بقى ان انت ترجعيه جديد ونضيفه زي الفل زي ما انت شايفة بحاجات بسيطة. يعني انت ممكن تنقعيه في مية سخنة، وانا عملته مش بمية سخنة، عملته بمية عادية. لو حطيتي كمان مية سخنة هيسرع معاكي اكتر وهينضفهولك ويرجعه زي الجديد. ودي من اكتر الحاجات اللي فرحتني وبسطتني ان انا نضفته ورجعته زي الجديد وبيلمع وريحته حلوة وشكله كمان حلو كأني لسه شارياه. بص انا نضفته كمان من بره كويس وبنزل الصابون السائل، وهنا كان خلاص يعني رجع زي كأنه جديد. حتى الصابون السائل والرغوة اللي نازلة ما كانش لونها غامق بني، لكن لونها بقى شفاف. مفيش جزء بقى سيبته الا لما نضفه. انا كل شويه كنت بعيد عليه تنظيف، رغم ان انتوا شايفينه في الكاميرا كان شكله خلاص رجع جديد، لكن في اجزاء جوه كده كانت صغيره، ابتديت ان انا اعيد عليها تاني وافركها كويس قوي. حتى بظهر الفرشه ابتديت ان انا
دعكتها بظهر الفرشة، اي جزء بقى ان الكاميرا ما كانتش مبيناه لكن انا كنت شايفاه اوضح واكتر، فابتديت ان انا افركها تاني. وزي ما اتفقنا ممكن تنقعيه بميه سخنه وتبتدي ان انت تفركيه بالليفه الخشنه اللي هو السلك اللي بننضف بيه حلل الالومنيا، وبعد كده ارميها. يعني انت تستخدميها بس للتنظيف، ومش باسكت الزباله بس، لو اهملناه وسبناه مده طويله ما نضفناهوش هيوصل للمرحله اللي انتوا شايفينها. فكل اسبوعين كل شهر ايدينا فيها حاجات البلاستيك، باسكت الزباله عزكم الله، اي حاجات بقى، البرطمانات بتاعت التوابل لو نضفناها بحته كده بصابون سائل هينضف معايا على طول. ودي اكبر غلطه انا عملتها، ان اهملته مده، فزي ما انتوا شايفين وصل للمرحله اللي كانت شفتوها في اول الفيديو. لكن انا الحمد لله قدرت ان انا ارجعه تاني. انا دلوقتي هحط في القاعده الاول بتاع الباسكت هحط كيس زباله، هطبقه واحطه تحت. ساعات بحط كمان ورق، بحط كرتونة البيض عشان اي سوائل تنزل من كيس الزبالة تمتصها كرتونة البيض، وبرميها طبعا برميها في الكيس بعد كده، وطبعا بتاع الزبالة بياخدها. بس الاكياس بتاعتك لو اكبر من كده بتغطي الباسكت كله. هنا انا حطيت الكيس كامل، افرده كده على الاطراف، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.